تمكن فريق النصر من تحقيق فوز صعب على حساب منافسه الدحيل بنتيجة من 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. وأقيمت مباراة النصر والدحيل مساء اليوم على أرضية ملعب الأول بارك في السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. وتقدم تاليسكا بالهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 25، بينما أضاف ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 56 من عمر اللقاء. وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لصالح فريقه النصر في الدقيقة 61 أمام الدحيل. واستطاع إسماعيل محمد تسجيل الهدف الأول لصالح الدحيل في الدقيقة 63، وقلص المعز علي الفارق بتسجيله الهدف الثاني لصالح الدحيل في الدقيقة 67 من عمر المباراة. وعاود رونالدو تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81 من عمر اللقاء لصالح النصر.